السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بتعلم من ابني. كلنا عارفين إن النباتات ذكية وبتقدر تتكيف مع بيئتها كويس، زي مثلا النباتات الصحراوية اللي بتتكيف مع قلة المية ومع الحيوانات الصحراوية. النباتات دي زي الصبار والتين الشوكي اللي ما بيحتاجوش لمية كتير، وكمان بيغطيهم غلاف خشن وأشواك حادة عشان يمنعوا الحيوانات إنها تاكلهم. وكمان النخل اللي بنشوفه قد ايه عالي وما بيتأثرش بالرياح الشديدة وما بيقعش زي باقي الشجر، لأن جذوره سميكة، وكمان جذوعه قوية وشكلها مميز زي ما بنشوفه، وأوراقه صغيرة على فروع كتيرة عشان يصمد في الرياح الشديدة والهواء يعدي من خلالها ما توقعوش. وكمان أعرف إن النباتات اللي بتعيش على المية يعني بتطفو عليها زي زهرة اللوتس اللي هو نبات زنبق الماء، أوراقه بتكون عريضة جدا عشان يقدر يطفو على وش المية ويمتص أكبر قدر من ضوء الشمس. وكمان عارفة إن في المناطق اللي فيها التلج، الشجر زي أشجار الصنوبر كده اللي هي في أوروبا بيستخدموها في الاحتفال في الكريسماس، فروعها بتكون قصيرة وعلى شكل مثلث عشان التلج يقع من عليها بسهولة وما يتكسرش. كمان أوراقها بتكون على شكل إبر عشان ما تفقدش المية بسهولة، يعني التلج بيتزحلق من عليها بسهولة فالفروع ما تتكسرش وكمان ما بتفقدش مية بسهولة. كل ده أنا عارفاه وفي أكيد كتير منكم عارفينه، لكن بقى الجديد اللي ابني عرفني عليه إن في أشجار بتعيش عند المية المالحة. تخيلوا مية مالحة وبيعيش فيها أشجار، طب دي إزاي؟ ده زي شجر المانجروف، بتكون جذوره طويلة وقوية عشان تقاوم الأمواج اللي عايشة فيها. طب الشجر ده أصلا موجود فين وبيعيش إزاي؟ الشجر ده في منه موجود في مصر هنا في وادي الجمال عند البحر الأحمر. أما بقى بتعيش إزاي في المية المالحة، فسبحان الله جذورها بتصفي المية بتاخد المية العذبة، أما الملح بترسبه على أوراقها في شكل بلورات، وفي منها أنواع كتير وبتتكيف بطرق تانية مختلفة. كمان ابني عرفني إن في أشجار الصمت، أشجار دي بتحتاج لمية قليلة جدا وبتنمو في بيئات مختلفة وبتتكيف معاها بطرق مختلفة. يعني مثلا اللي ابني قال لي على أشجار الصمت اللي بتنمو في غابات السافانا في جنوب أفريقيا، يعني في بيئة عشبية. هتقولوا بيئة عشبية يعني أصلا فيها مية فبتنمو فيها أعشاب. هقول لكم فيها مية وبتنمو فيها أعشاب بس بكميات قليلة قوي، وكمان المية دي ما تكفيش إن ينمو فيها أشجار كبيرة، لكن شجر الصمت بتقدر تتكيف في البيئة دي وبتنمو وهي أصلا أشجار كبيرة، وده لأن جذورها بتمتد لأعماق كبيرة تحت الأرض، بتوصل ل35 متر عشان تمتص المية الجوفية اللي تحت الأرض. كمان الجذوع بتاعتها بتخزن فيها المية زي الجمل كده لما بيخزن في السنم بتاعه الدهون عشان يقدر عايش فترة أطول من غير مية ولا غذاء. هي دي الشجر ده بيخزن المية في الجذوع بتاعته. وكمان جذوعه أصلا طويلة كبيرة، بتوصل لارتفاعات كبيرة، فتلاقوا الأوراق مرتفعة جدا. الحيوانات ما تقدرش توصل لها إلا الزرافة عشان رقبتها طويلة هي اللي بتقدر تاكل من عليها. كمان الأوراق بتاعتها صغيرة عشان ما تفقدش المية بسهولة، ومحاطة بأشواك حادة عشان برضو ما ينفعش إن حيوانات تاكلها. طيب الغريب والعجيب بقى وده السلوك الذكي بتاعها، إنها لما حيوان يبدأ ياكل في الأوراق بتاعتها بتفرز الشجرة سم يخلي أوراقها طعمها وحش قوي، وكمان تطلع ريحة وحشة بتنتقل في الهواء لباقي الشجر المحيط بيها علشان تقوله كمان إن هو يفرز سم وخلي بالك في حيوانات جاية تاكلك. انتوا متخيلين ان شجر يبقى عنده القدرة انه يعمل كده؟ عامل زي الحيوانات اللي بتعمل اصوات عشان تحذر بعض عند الخطر، زي الذئاب كده وكلنا عارفين صوتها. الاشجار دي في منها انواع بيعيش في بيئتنا الصحراوية زي شجر الصمت العربي او الصمغ العربي. كمان ابني قال لي على شجرة بتنمو في البرازيل في غابات الامازون المطيرة، اسمها شجرة الكابوك. شجرة الكابوك دي بتحتاج مية كتير وعندها مية كتير في غابات الأمازون. جذورها كبيرة جدا وعريضة، بتتفرع على كل جوانب الشجرة وبتنمو لفوق كمان، يعني بتلاقوا الجذور أصلا باينة من جذع الشجرة. سبحان الله، ممكن تلاقوا الجذر لوحده باين لدرجة 5 متر فوق سطح الأرض. فبتكون الجذور بتاعتها دي جذور داعمة بتثبت النبات أو الشجرة نفسها في الأرض.
الأوراق بتاعتها بتكون عروقها شبكية شبه كف إيد الإنسان، عشان الرياح تقدر تتخلل بين الورق بسهولة، تعدي من خلالها يعني، والورق نفسه ما يقعش زي كف الإيد. لو فردنا صوابعنا كده الهواء يقدر يعدي من خلالها. البذور بتاعتها بتبقى صفرة وورقية. سبحان الله، مش كل البذور كده، كلنا عارفين البذور بتبقى صغيرة وصلبة شوية، أما دي بذورها صفرة وورقية عشان تقدر تنتشر بسهولة في الهواء وتنمو الشجرة في باقي الغابة. الشجرة دي بقى بتعمل حاجة غريبة جدا، الأزهار بتاعتها بتفرز ريحة لذيذة بتنتشر في الهواء وبتجذب ليها الخفافيش. طب ليه الشجرة بتعمل كده؟ اشمعنى عاوزة الخفافيش؟ عشان حبوب اللقاح بتاعتها تلزق في الشعر أو الفرو بتاع الخفافيش وتنتقل مع الخفافيش من شجرة للشجرة التانية عشان يتم عملية التلقيح وإنتاج البذور. وهنعرف بعدين أساليب التلقيح من نبات للتاني. في نباتات بتتلقح ذاتيا في نفس الشجرة نفسها أو في نفس النبات نفسه، في نباتات بتحتاج ان البذور بتاعتها تنتقل من مكان لآخر، او حبوب اللقاح اقصد بتنتقل من مكان لآخر عن طريق الهواء، وفي حاجات بتنتقل عن طريق الحشرات زي مثلا النحل لما بيقف على زهرة وينقل حبوب اللقاح من زهرة لزهرة تانية، وفي حاجات بتحتاج ان الانسان نفسه هو اللي ياخد حبوب اللقاح منها يوديها لشجرة تانية زي النخل. فسبحان الله في خلقه. وبكده نكون شفنا قد ايه في نباتات بتتمتع بذكاء عالي عشان تقدر تتكيف وتعيش في بيئتها، وكمان تقدر تدافع عن نفسها وتزود عددها. ما تنسوش تتابعوني لو أول مرة تسمعوني، وتشوفوا باقي الحلقات القديمة، وكمان استنوا معانا الحلقات الجديدة. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم واستفدتم منها. دمتم بخير وصحة، مع السلامة.